البنك الأهلي المصري يصدر شهادة ثلاثية 3 أعوام، بس لأول مرة تصدر شهادة بنسب سنوية مختلفة. السنة الأولى هتبقى 22%، السنة الثانية هتبقى 18%، السنة الثالثة هتبقى 16%. هدف البنك المركزي أو هدف البنك الأهلي من إصدار هذه الشهادة هو يدي إيحاء للمودعين بأن نسب التضخم خلال السنوات القادمة بإذن الله هتقل، وان معدل زياده الدولار والتدفقات النقديه في البنوك هتزيد، فبالتالي نسبه التضخم دي هي العادله للوضع الحالي والوضع المستقبلي. من وجهه نظري الشخصيه ان هذه الشهاده سوف تستقطب فقط اصحاب المعاشات وكبار السن واصحاب المشاريع المتوقفه لاي اسباب في خلال الفتره الحاليه. اما هيبقى في شريحه كبيره هتتجه ناحيه الاستثمار في الذهب او في العقارات او في اي مجال غير ذلك، لان نسب التضخم على ارض الواقع لا تتناسب مع هذه الارقام. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء أصدر قرار منذ سابق إن نسب التضخم وصلت ل 40%، و40% دي من مؤشرات الحكومة نفسها، فبالتالي أي شهادة لازم تواجه نسبة التضخم أو أقل حاجات بسيطة. كنا متوقعين إن البنك ينزل شهادة 30% رغم إن هي قاتلة للاستثمار، ولكن عشان تقرب المسافات بين التضخم وبين نسبة الأرباح والفوائد بتاعت البنوك. ولكن لو الشهادة دي قدرت تجمع الفلوس اللي خرجت من البنك بنسب كبيرة، أنا من وجهة نظري إن هي هتكون قادرة على جماح التضخم على فترات بعيدة المدى بإذن الله. التفكير في إن الفايدة تبقى متناقصة وبهذه النسب التي لا تعادل نسبة التضخم قد يكون لها فوائد إن هي تعالج معدل التضخم على المدى البعيد. على المدى الطويل ممكن ما نشوفش الكلام ده السنة دي أو السنة اللي بعديها، ممكن فعلا نشوفه السنين القادمة.